السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم على الموعد. الموضوع يتطلب مننا العجلة. الموضوع محتاج إن احنا آه، نبذل فيه من الجهد ما يستحق، لأن بلادنا أعتقد يعني هي أغلى ما لدينا، ويمكن يكون جه الوقت اللي احنا نعرف فيه قيمة البلاد بعد اللي احنا شايفينه في تشريد العباد. مش كده ولا ايه؟ يمكن يكون جه الوقت اللي احنا نفهم فيه معنى التراب، وإن احنا نسيب أولادنا من بعدنا في أمان، مهما كان شكل الأمان، مهما كان شكل الحياة. الحد الأدنى، الحد الأدنى اللي نعمله مع اللي بعدنا إن هم يلاقوا موطئ قدم على أرض بالنسبة لهم تسمى وطن. وطن، وإنه لا يختطف منهم كل الأمل. لا داعي إن احنا نورثهم كل الفشل. هنرجع تاني ونتكلم أو نكمل كلامنا اللي كنا بنقوله وقدمنا له بشكل بسيط غير متكلف، علشان الناس اللي بتسمعنا من أهالينا بنتعمد كلامنا ما يكونش فيه أي مصطلح، بنتعمد، ولو في مصطلح بنشرحه وعليه. كنا قلنا في الجزء الأولاني جزء من القراءة للمستند الخاص بالتخطيط للمملكة العربية السعودية، وكنا أكدنا على إن إحنا قبل كده قرأنا ما يتعلق بالمخطط الخاص بالسودان، ونبهنا قبل حرب السودان ب6 شهور، وحكينا قلنا إن الملفات دي هي ملفات من دوائر معلوماتهم ومن حاسوبياتهم، وتم اختراقها. وقلنا ان احنا مهتمين نتكلم عن المملكه العربيه السعوديه دلوقتي لان هي اللي على المحك، وهي اللي جايه في الترتيب بالنسبه للتخطيط، هي اللي جايه والدور عليها. وملاحظتنا ومتابعتنا والمعلومات اللي عندنا بتقول ان التنفيذ للمخطط للمملكه، التنفيذ يحدث الان على الارض. اخر ما ختمنا بيه كلامنا قلنا لحضراتكم في الجزء الاول، في ختام الجزء الاول، بان هناك معلومه موثقه لخرق حدودي، اختراق لناحية حدودية. وقلنا إن إحنا لم نتأخر، لم نتأخر في الإفصاح عن هذه المعلومة قبل يومين بس. كمان قلنا إن إحنا مش هنقدر نتعامل تاني مع ذات المنظومة اللي كانت بتتعامل معانا من سنين طويلة في عهد الملك عبد الله الله يرحمه، وفي عهد
أو قبيل عهد جلالة الملك سلمان ربنا يحفظه. مش هنقدر، لأن إحنا أصبح عندنا شك كبير جدا في الناس اللي بيتعاملوا معانا، وفي أمارات لدينا، وبعدين بالبحث وراهم تبين إن في منهم الكثيرين ليسوا برجال، وإنما وللأسف إذا أردنا تصنيفهم فهم بطانة خائنة لأوطانهم، خائنة للمملكة قبل أن يخونوا هذه الأمة. مع الأسف الشديد احنا على مدار وقت طويل جدا بنشتغل. برضو هنا هنحط معلومة هيعرفها بس المتخصصين في الأجهزة الأمنية. احنا بنشتغل من أيام سعادة السفير والمهندس سمير. سعادة السفير والمهندس سمير. سعادة السفير مش السفير الحالي ولا السفير السابق. وبعد ما اشتغلنا مع سعادة السفير والمهندس سمير، اشتغلنا من بعده مع سعادة السفير أحمد قطان. وبعدين الدنيا يعني حتى ارتباطنا بالناس اللي كانوا اللي بنحكي عنهم، اللي بدأنا نشك في أغلبهم وتبين لينا إن هم بالفعل فيهم ناس عملاء، واللي هنقدمهم كلهم ببياناتهم إن شاء الله قريب. ساعات احنا بنجهز القوائم، ساعات مش كتير، نقدمهم للديوان بطريقتنا لفحصهم. مش احنا اللي هنقدم اتهامهم للديوان، احنا هنقدمهم للديوان للفحص. احنا عندنا معلوماتنا، احنا هنقدمهم للديوان للفحص. ليه بنعمل كده؟ الوقت ما يحتملش، اللي بيحصل على الارض في المملكه ما يحتملش الشد والجذب وعدم التنسيق والوجع القلب والقله الادب والسفاله اللي بنشوفها من خلالهم واحنا ساكتين. يعني هم لما كانوا بيشتغلوا معانا من ايام معالي السفير والمهندس سمير قبل السفير قطان، هم؟ كانوا يعني من النقاء بمكان. كل ملفاتهم موجوده وكل خروقاتهم موجوده لعملهم الدبلوماسي وعملهم الامني، بس مقبوله عادي، اللي هي الامور العاديه بتاعت البشر. لكن لما يوصل الحال في عهد السفير قطان ومن بعده اللي احنا بنعانيه دلوقتي، لا كده خلاص. احنا بدأنا المشاكل معاهم من أواخر عهد السفير قطان. أنا نفسي أسأل السفير قطان، هو سيادتك يا معالي السفير لا تذكر مين اللي كان بيحدد لي المواعيد معاك في مقابلاتنا الشخصية؟ مين يا معالي السفير اللي كان بيحدد المواعيد اللي كنت بقابلك فيها على المستوى الشخصي؟ مش مسؤول العلاقات الخارجية في ولا ايه؟ حاج مصطفى ولا ايه؟ ولا سيادتك شايف غير كده ولا ايه؟ ولا ايه يا سعادة؟ ولا بلاش،
خلينا لحد حدود السفير قطان، وكل حاجة هتيجي في وقتها. في الجزء الأولاني اتكلمنا، ادينا أمرتين أو فكينا شفرتين. الشفرة الأولى هي ألفا بوتون. الشفرة الثانية قلنا 2002 دي اتش دي اتش. في الجزء ده هنتكلم برضو عشان نسهل على الناس المحترمة في المملكة، وهم كثر، الناس الأمنة على مملكتهم، واللي ربنا حط في أعناقهم أمانة الحرمين، وأمانة الشعب السعودي، وأمانة انتمائهم لوطنهم العربي والإسلامي. الناس اللي احنا عارفين مدى مستوى رجولتهم وطهارتهم وشرفهم، بنسهل عليهم ببعض الأمور اللي ما احناش عارفين هي ممكن تبقى بالنسبة لهم ترقى إلى أي مستوى من ناحية شغلهم الأمني والدبلوماسي. قلنا في الجزء الثاني نصيحة سمو ولي العهد: لا تأمن لما يرد إليك من وعود من خلال السفارة في واشنطن، سفارة المملكة في واشنطن، وما يصدر عن البيت الأبيض. ونصحنا سمو ولي العهد أن لا يأمن ولا يصدق ما يرد من السفارة في لندن وما يعد به التاج. سمو ولي العهد من خطط ودقق فيما نتكلم فيه، وبما هو ثابت في معلوماتنا الواردة من معلومات الإيفاي، العيون الخمسة، في الملفات اللي تم الحصول عليها بمعرفتنا، أن هناك 5 رؤوس تتحكم في هذا الملف، ملف المملكة. 5 رؤوس، 5 أجهزة، إضافة إلى الجهاز الذاتي لإدارة المملكة، يعني البطانة الحاكمة في صورها اللي ما يصحش إن احنا نتكلم عنها لأنها أسرار تتعلق بالأمن القومي السعودي. يبقى احنا عندنا 5 منظومات. نقدر نسميهم 5 دول؟ لا، هما 5 أجهزة. قد ينتمي جهاز إلى دولة، وقد ينتمي مجموعة دول إلى جهاز، عشان نبقى كلامنا دقيق. لكن هناك 5 أجهزة هي القائمة أو المدبرة أو التي وردت في هذه المستندات فيما يتعلق بملف المملكة العربية السعودية وتصفية حكم آل سعود واغتيال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. سألنا حالا السفير قطان، أحمد قطان، قلنا له: يا معالي السفير، إن من نهاية وجودك في القاهرة قبل ما تمشي بشوية كان بدأ يبقى فيه شوية إشكاليات، إشكاليات كبيرة. وكانت السفارة
وقنصلياتها التابعة الإسكندرية والسويس وخلافه بتشتغل بيزنس. كل البزنسة عندنا كل بياناتها، ورفقاء البزنسة داخل مصر والرفقاء في كلهم مرصودين. وقلنا برضو إن دي آفات موجودة في النفس البشرية، وكل الناس بتحاول تعمل فلوس بطريقة شرعية وغير شرعية، وكل واحد بيستغل مكانه. ولكن قابلنا حاجة غريبة قوي قبل ما يعني ينتهي أو تنقضي مدة خدمتك يا معالي المستشار السياسي حاليا، أو معالي السفير سابقا. بكلم معالي السفير أحمد عبد العزيز قطان. هناك ثغرة كانت في العمل هي التي أودت بما كان بيننا، مش على المستوى الشخصي، بما كان بيننا من ناحية العمل الأمني والتنسيق. ولو تذكر في واحد من لقاءاتي كنت حطيت شرط في التعامل مع ملف معين، لعلك تذكر. أنا فاكر اللقاء كان إمتى تقريبا، كان في حالة وفاة وتحدد اللقاء، وبعدين سعادتك سافرت السعودية لتلقي العزاء في حالة الوفاة. الوفاة تمت في مستشفى كليفلاند. فالمتوفي من أبناء جلالة الملك عبد العزيز الله يرحمه. كان المفترض مقرر لينا لقاء، اتأخر اللقاء أو اتأجل اللقاء. بلغني الحاج مصطفى إن في موعد جديد، وجيت قابلت سيادتك للمرة التانية أو التالتة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة. ولو تذكر مقابلتي ليك يا معالي السفير يوم قبل ما تنقل في المشكلة بتاعت المصري ومراته، اللي كانت السفارة فيها محاطة بالمصريين والمظاهرات. يعني شوف احنا من امتى بقى، من امتى بنتعامل. بس الوجوه بتختلف، الوجوه بتختلف. فاحنا بنتعامل وبشكل مباشر وبدون وساطة لطبيعة شغلنا. كل ده كويس، ولكن لما نكتشف ثغرة ونقدم توصيات وبعدين السفارة ترسل الملف للداخلية اللي كنا بنتناقش فيه يا فندم، والداخلية السعودية تتخذ هي ما تراه دون مراعاة توصيتنا، ملف انتوا ما كنتوش تعرفوا عنه حاجة. احنا طول عمرنا بنديكوا شغل مش على مستوى المخابرات المصرية، ما بتكلمش كده. انا بتكلم على مستوانا احنا، جهاز الامن القومي العربي الموازي. طول عمرنا بنديكوا شغل بشكل مباشر وغير مباشر، وده مش عيب. فاحنا كنا مسلمينكم ملف هو من ملفات الامن القومي العربي، وقلنا لكم شروط العمل في الملف ده يا واحد اتنين تلاتة اربعة، وسيادتك وعد وبشكل اداري بحت توجه الملف للداخلية دون متابعة، والداخلية في السعودية اتعاملت مع الملف بعكس ما قدرنا له من اسلوب في التعامل. ولحقنا الملف قبل ما يخرب على ايد الداخلية السعودية عن عمد، لان لقينا ناس جوه الداخلية السعودية بيشتغلوا لجماعة بره
فبيشتغلوا الملف لصالح اللي بره. يعني احنا نشتغل ونجيب بؤرة شديدة الخطورة داخل أرض المملكة لم يلحظها الأمن ولا أجهزة الأمن العليا ولا السيادية ولا ما دونها، تمام، ولم يلحظها الأجهزة الأخرى الأجنبية العاملة على الأراضي السعودية. هم بيشتغلوا في أراضينا وفي بلادنا، لم يلحظوها. وبعد ما نتفوق على ده كله ونجيب المعلومة علشان تتخذوا فيها القرار المناسب، كمان محدد لكم المنهجية عشان نصل لنتيجة معينة، فنلاقي من الإهمال وعدم الفهم وعدم الإدراك ملف إن هو من أخطر ملفات الأمن القومي العربي، نجد إن أنتوا بتعكوا. لما كلمتك مع السفير قلت لي إيه؟ أنا أصل دوري إن أنا أبعت للداخلية وهي تتصرف. بالبساطة دي ما كانش ده كلامنا في السفارة، ولا كانت دي شروطي. أنا جيت أسلمك ملف بشروطي، فكنتوا بدأتوا تبوظوا لنا شغلنا، وبدأنا من بعدها بقى كل التنسيق. أنا آسف يعني، ناس مش أي لازمة ولا تفهم في أي حاجة. نقول أسماء ولا نبعت الأسماء أحسن للديوان؟ عشان ما يصحش نقول أسماء. هنقول أسماء قياد أمير تعمل في نطاق العمل الدبلوماسي في الخفاء، رجال محسوبين على المخابرات السعودية. هنقول أساميهم هنا على الهوا؟ بس ندي إشارة. حضرات المقيمين في الفور سيزون يا فندم، حضرات المقيمين في الفور سيزون يا فندم، العاملين داخل السفارة يا فندم، المقيمين وطبعا مش كتير يعني، الجمع ده مش بس، دي الطبقة العلوية يا فندم. كده أظن أنا ما أقدرش أتكلم أكتر من كده، ما يصحش. وما كناش عايزين نتكلم لا كده ولا أقل من كده ولا بعد كده ولا قبل كده. لكن لما لاحظنا أن التخريب متعمد بعد ملف سقطرة، اللي برضه لم تكن الأجهزة الأمنية السعودية أو السيادية أو الدبلوماسية أو الأجهزة المساعدة ليها أو الأجهزة اللي بتعمل داخل أراضي المملكة العربية السعودية من الأجانب، لم يكونوا يعلموا شيء عن ملف سقطرة. نبهناكم نبهناكم في مارس ولا في فبراير 2020، نبهناكم واديناكم المعلومات بالإحداثيات. يعني كان ناقص نوصف لكم كل عميل من الموساد موجود على الأراضي في سقطرة، في جزيرة سقطرة، واقف على رجله، واقفة على الأرض فين. لم تكونوا تدركوا مدى خطورة ما يفعله الإماراتيين بتعليمات توني بلير من تسليم سقطرة للموساد وللاف بي اي وللام اي 6 وخلافه وخلافه. لما جينا للمراجعة والمتابعة سلمنا المعلومات. لما جينا للمراجعة والمتابعة بقى الناس تتهرب زي الفيران. لما جينا نراجع الملف بتاع أمريكا اللاتينية مع الناس اللي بتشتغل مع راجل قريب جدا من ولي العهد الأمير محمد، راجل قريب جدا منه، لما جينا نراجع الملف الخاص بأمريكا اللاتينية، فالراجل اللي قريب من ولي العهد بص لمصلحة زمايله على حساب المصلحة الأمنية للمملكة. والله عال، احنا ملناش دعوة بالبزنس والشراء في البرازيل وفي شيلي وفي بيرو ملناش دعوة، والأرجنتين ملناش دعوة بالكلام ده، ده ما يخصناش.
إحنا لينا نبُص على الملف من وجهة نظر واحدة، هل اللي بيشتغلوا الشغل ده وبيخرّجوا الأموال دي بيتفقوا مع مين، واللي بيتفقوا معاهم دول بيدخلوا المملكة على حِس الbusiness ده وبيرتبطوا بخلايا نايمة تبع أنهي منظومة استخباراتية. هل ده شغل؟ هل ده شغل؟ يعني عشان تروح تعمل مشروع أنت بتقول يتعلق بالأمن القومي الغذائي، يتعلق بالbusiness الاستثمار، على راسي، على راسي. ما تاخدش بالك في الاتفاقات بإن أنت بتنجر لحتة معينة في دول أمريكا اللاتينية، حتة معينة، وإن اللي أنت بتنجر له ده يؤثر تأثير مباشر بعد كده وبشكل مباشر على إدارة العمل الأمني اللي يتعلق بأمن الدولة السعودية. أنا خطابي خلص، الموجه لمعاليك معالي السفير قطان، خالص احترامي وتقديري. بس اعتدنا من ساعة ما حضرتك خدت الملف واتعاملتوا فيه بإهمال. الملف ده النهارده هو المحرك للمنطقة، الملف اللي كنا بنتناقش فيه وحضرتك خدته بإهمال وقلت لي أنا دوري أديه للداخلية والداخلية تتصرف، مع إن كانت شروط التعامل في الملف ده أنا مسلمها لك مكتوب، وأنت أكدت عليها، قلت لك حضرتك تمام كده، قلت لي تمام، مش هنعمل غير كده، قلت لي لا مش هنعمل، أوعدك. طيب، وعدتني، وبعدين وبعدين سبتها للداخلية تتصرف فيها بطريقتها على حسب كلامك، مع إن المفروض في أجهزة بتراجع عليكم على الداخلية، مش عارف يعني ولا إيه؟ كانت فين الأجهزة دي؟ الملف اللي كنا بنتكلم فيه يا معالي السفير قطان، معالي المستشار السياسي، ده الملف اللي بلدك النهارده المملكة العربية السعودية محطوطة على المحك بسببه، بلدك محطوطة على المحك بسببه. والملف بتاع أمريكا اللاتينية بتاع الشباب اللي على علاقة صداقة بالرجل القريب جدا من ولي العهد. طب ازاي يعني؟ وازاي احنا اللي في كل مرة نكتشف المشكلة؟ ازاي؟ ليه احنا اللي نكتشف موضوع سقطرى من اي تو زد؟ ليه احنا اللي نكتشف موضوع ارامكو من اي تو زد؟ ليه احنا اللي نلحقكم في ملف ضرب الناقلتين ونبعت لكم السيناريو بالاحداثيات باللي تم بالكامل؟ علشان ترامب كان واخدكم في سكه كده غريبه قوي يعني، قال رايح يضرب ايران، وقال الناقلتين ضربتهم ايران. اشمعنى احنا اللي نبقى بالمستوى ده في التعامل واجهزتكم تعجز عن ده؟ ليها العذر انها بتعمل تحت اشراف وجواها جواسيس، كل اجهزتنا كده، كل اجهزتنا كده، ما بنلومش. ولكن بعد ما انت خدت الملف عملت فيه ايه؟ الملف بتاع ضرب الناقلتين طلبنا منك المراجعه. طب الملف بتاع لما حصلت المشكله بتاعه التجسس على تليفون احدهم واتهم فيها ولي العهد لما حصل ده مش بعتنا مش بعتنا 41 وقلنا منين وازاي وفين؟ زي ما بالظبط كشفنا الموضوع اللي حصل على موبايل وعلى تليفون الشيخ تميم، واللي كان بمقتضاه افتعال بعض الأمور من الحصار ومحاولة الاحتلال والتقسيم.
ما احنا عملنا كده برضو معاكم طب وبعدين جايين النهارده احنا بنتكلم واحنا الامور كلها اتبهدلت. الامور كلها اتبهدلت. لكن طول عمرنا شغالين من ايام معالي السفير والمهندس سمير، شغالين زي الفل والامور زي الفل. البيزنس والانشغال بالانا وتضخم الانا والحسابات اللي بره والكلام من ده للعاملين في الاجهزه دي بيدمر المنظومه. وده كان حاصل عندنا قبل الثوره ايام عمر سليمان. كان كله بيشتغل. كنت ابعت للسفير المصري في انجلترا اقول له، او للمستشاره الثقافيه المصريه، اقول لها في تمثال بيتباع في صاله سوسبيز في المزاد. التمثال ده آه له رقم. بلغي السفير عشان تروحوا تلغوا البيع. ده قبل الثوره. تقول لي علم. في الاخر نكتشف ان ليها عموله هي والسفير. والاثار بتتباع رسمي، طالعه بقى من مخازن، من متاحف، طالعه زي ما طالعه سكه السيد علاء ابن رئيس الدوله. الحسابات بتاعت الاثار. لما قدمت لعمر سليمان بالمناسبه بقى، الشيء بالشيء يذكر، لما قدمت لعمر سليمان تقرير في 95 على استحواذي او غلقي للملف بالكامل، بعد لما وصلت للعقل المدبر واللي هو بيعمل موضوع البيع، والبيع الاصل للسيد علاء والسيد مجدي حنين، علاء مبارك والسيد مجدي حنين صاحب سيتي فيرست. ما هم الاثنين شركاء. لما في الاثار شركاء بيع الاثار المصريه من اواخر الثمانينات ولحد النهارده. وده اللي بيديهم حمايه دوليه، بيخرجهم من السجون ويعيشوا في وسط الناس. اللي مدي جمال مبارك حمايه دوليه لانه كان بيتاجر في قلب ديون مصر في لندن، فيعيش عادي في البلد، يعيش في وسط الناس ويطلع براءه. ويطلع جمال يقول له نم قرير العين يا ابي، لقد ثبت اليوم من خلال قضاء مصر النزيه انك شريف. النبي يا جمال. يا جمال. يا جمال. البراءات كنتوا بتاخدوها ازاي يا جمال؟ يا جمال. ابوك ينام قرير العين يا جمال. ابوك ابو 83 مليار معلنه ساعه ما الثوره قامت. البيت الابيض قالوا لاوباما نقول قولوا انه حذر مبارك وطلب منه يمشي، مرضيش. فقالوا له نقول. قال لهم قولوا، لان لازم الشعب يحس احنا معاه عشان يرجعوا لنا تاني. فقالوا 83 مليار دولار لمبارك في امريكا بس. بعدين رجعوا، الكلام كله بقى شوشره في شوشره في شوشره واتنسى. لما رحت اقول لعمر سليمان خلصت موضوع جمال وجبت بطن الزير. عشان اجيب بطن الزير كان لازم اوصل للرأس المدبر اللي بيدير عمليات البيع والشراء واستلام الاموال، تسفير الاموال وغسيل الاموال واستثمار الاموال وهو راجل مستشار. لكم ان تتخيلوا عشان اوصل للمستندات دي كان فيها جزء كبير جدا، وكان منها في قلب مخزن، والمخزن ده كان في مزرعه، والمزرعه دي كان فيها مخزن للاثار وباك اب السيرفر كله بتاعهم شغلهم كله
محطوط في المزرعة. طب أخش المزرعة دي إزاي؟ لكم أن تتخيلوا بقى إن أنا أمثل دور خولي الجنينة، خولي الجنينة، وأوصل لبطن المستشار، أوصل لمزرعته وأخلّص الملف كله. ما كنتش بآمن لأي حد عشان ملف علاء مبارك ده كان أي ضابط بيشتغل فيه كان بيرجع بضهره. وعمر سليمان قال الملف ده ما حدش يعرف يشتغله، لأن الضباط كلهم بيقول لك ده مستقبلي كده كده راح. وعلي عبد الكريم الله يرحمه اللي كان ماسك أمن الدولة، كان في الملف ده معايا من سنة كام؟ 8 89 89 ما كنتش لسه دخلت الخرا وسطهم. 89 لما علي عبد الكريم كان عارفني بقى، عشان كان في شوية مواضيع يعني ليا في أمن الدولة بقى، مشاكل وكده وملفات وحاجات كتير يعني، فبقى في معرفة. وهو كان ماسك، علي عبد الكريم كان ماسك في الوقت ده أمن الدولة أوروبا، كان مكتبه في الدور الثامن في لازوغلي. قال لي أنا عايزك تشتغل معايا ملف ما فيش حد هيشتغله، أنا عايزك تشتغله معايا. لما قال لي الملف ده علاء مبارك وآثار ومجدي حنين، الله 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 الله. انتوا عارفين ان مبارك علشان يسكت علي عبد الكريم اغراه؟ انتوا مش هتصدقوا، هو وزير الداخليه رتبته ايه؟ مش لواء؟ طب اقسم بالله العظيم ان مبارك عشان علي عبد الكريم يستر على الموضوع ده فضل علي عبد الكريم يترقى 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 لحد ما مسك امن الدوله كله في المبنى اللي كان يتعمل في مدينه نصر. انتوا عارفين مبارك كان بيعرض عليه إيه؟ انه يديله رتبه ايه؟ يطلع المعاش برتبه ايه؟ كان عايز ان علي عبد الكريم في امن الدوله في مصر رتبته تبقى اعلى من وزير الداخليه، يعني يدخل في سياق الجيش. عارفين بيبقى بعد كده فريق وبعدين مشير. علي عبد الكريم مبارك عايز يديله فريق علشان يستر ملف ابنه. طب عشان يديله فريق ينفع؟ ما هو كده هيخلي شعبة أمن الدولة ترقيتها تبقى تبع الجيش. تخيلوا كان عايز مبارك يغير القانون علشان يجامل علي عبد الكريم للمستوى ده. الله يرحمك يا علي، كان كل ترقية يقول لي الملف اللي اشتغلناه واحنا صغننين يعمل لي كده، واحنا صغننين هو الملف ده اللي فيه البركة. اقول له مبروك عليك يا علي، انت تستحق كل خير. لانه كان راجل قوي، كان راجل قوي. لقى ان ابن رئيس الجمهورية فاتحها سداح مداح وبيشتغل في الآثار، وعامل لينك ما بينه وبين طيران الألمان الشارتر والترانزيت من هرجادة من الغردقة، وعربيات هامر من غير نمر بتدخل الصحراء وتعبي وتغرف. ها، تعليمات ابن سيادته. شيء بالشيء يذكر. انا بقول كده ليه يا جماعة السعودية؟ اجهزتنا اللي في دولنا دي بالشكل ده هي اللي وصلتنا اللي احنا فيه ده. هي اللي وصلتنا للي احنا فيه ده. مفيش بلد من بلداننا العربية، مفيش دولة ما ساعدناهاش بمعلومات استثنائية لم تكن تعلم بيها. حتى حكم القذافي كنا بنسأله ان دورنا احنا جهاز موازي لا يعلم عنا احد بشكل رسمي خالص لتحقيق او ضمانة الامن القومي العربي. فما فيش بلد من دولنا، يعني القذافي لينا معاه باع كبير، حتى البشير. عشان كده لما طلبوا في مصر في وقت كده قالوا السودان مش عايزين يدونا لحمه عشان الاخوان ومش الاخوان وبتاع، حصل مشاكل. مجرد ما انا طلبت الطلب ده من السودانيين اتشكلت شركه واتعملت واللحمه جت تجري، بقوا هيجننوا.
أنت إزاي السودان قبلت تدّيك لحمة؟ عشان إحنا لينا شغل معاهم غير شغلكم أنتم، ده أنتم ضباط المخابرات اللي كانوا مكلفين يجيبوا اللحمة الحية من أوروبا وهنا، كانوا بيجيبوها فيها حُمّى قُلّاعية ويدخّلوها وتتذبح. أنا قُلت لحضراتكم إن أنا كنت باجيب أنا كنت مسؤول إن أنا أجيب اللحم كأمن غذائي على مستوى الأمن القومي المصري، اللحم أبو 37 و38 اللي كان في الإكشاك، اللي كان ورا المخطط ده كان حضرتي وناس تانية بتنفّذ، بس كان كل حد يروح السودان يقول لأ، الإخوان ومشاكل الإخوان معاكم ما لكوش عندنا لحمة، لإن هم هناك كانوا إخوان. ورغم كده لمّا طلبت أنا ده من الناس هناك، من كتر شغلنا معاهم في أمنهم، قالوا اللي أنت عايزه، بعتوا لي مرّة 5000 راس ومرّة 3500 راس. وبقوا مستغربين في الجيش. لواءات الجيش كانوا بيسرقوا من عندي العجول من محجر أبو سمبل، وده ممنوع إن العجول دي تخش حية، لازم تتحجر في أبو سمبل وتتذبح في مجزر أبو سمبل وتتقطع إرباع وتتعلق كركس في العربيات المبردة وتيجي لحد مصر وتتباع طازة. لواءات الجيش عندهم مزارع، كانوا بييجوا ياخدوا عجول، كنت ساعتها باجيب العجل على بعضه بيكلفني 3500 جنيه مصري، والعجل اللي كان جوه مصر 8، 9، 10. فيقولوا لي ده اللي هو فلان جه سحب 10 عجول ومشي. ده ممنوع، وزارة الزراعة محددة قوانين وحجر ممنوع أي لحمة تخش صاحية من بره إلا حجر، وبعد كده تتذبح بعدين تخش، لكن تهجن داخل منظومة المنظومة الخاصة بتربية الحيوانات في مصر ممنوع. كانوا يسرقوا لواءات الجيش، كانوا بيسرقوا العجول، لواءات الشرطة كانوا بيسرقوا العجول. ارجع، أنا بس اللي خلاني حدفت الحدفة دي إن مش بس أنت عندك يا ولي العهد اسمه الأمير محمد، مش أنت بس اللي عندك النيلة اللي إحنا فيها، النيلة اللي إحنا فيها موجودة في كل أجهزتنا، النيلة اللي إحنا فيها عبد العزيز تبون مش عارف يحكم في الجزائر من النيلة اللي هو فيها، النيلة اللي إحنا فيها هي اللي قسمت ليبيا، النيلة اللي إحنا فيها اللي خلت السودان كده، بلادنا بتروح عشان اللي إحنا فيه. فما تعتقدش إن في قصد مباشر إن أنا أتكلم كده عن أجهزتك الأمنية، لا 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 لا، القصد هو إن أنت قد دبر لك، وإن المخطط دلوقتي بيتم على أرضك. ناخد بالنا ونحتاط ودقق في كلامنا، خلي حد أمين يراجع كلامنا ويشوف كل اللي ذكرناه. وطبعا مش هنقدر نتكلم في تفاصيل أكتر من كده، هي في بس حاجات إحنا محددينها نتكلم فيها علشان الموقف اللي المملكة فيه دلوقتي، وبعدين هننقل على ملف مصر ونتكلم بقى مصر الانهيار بتاعها هيجي منين، مخططين لمصر إزاي تنهار، ويا ترى شغالين على الأرض ولا لسه لا شغالين، لأن هم عندهم تأكيد بنجاحهم في السودان هينجحوا في السعودية والخليج، بنجاحهم في السعودية والخليج عندهم تأكيد هينجحوا في مصر، بنجاحهم في مصر في تركيا. ده المسلسل يا جماعة، ده المسلسل، ده المسلسل، ده اللي مكتوب في الورق يا جماعة، مش احنا اللي كاتبينه، ده اللي في مخططاتهم، واحنا بنحكي عن بعض التفاصيل اللي نقدر نحكيها ولا تؤذي الأمن الخاص بالدول، ده اللي بنقدر نقوله. فلسه ملف السؤال مفتوح، لأن يستحق مننا نظرًا للي بيحصل على الأرض واللي إحنا شايفينه، ونظرًا لاكتشافنا للفساد في البطانة والمجموعات والتمويل من البطانة، من رجالات في البطانة،
ذوي نفوذ، التمويل للخلايا النايمة وإنعاش هذه الخلايا داخل المملكة. فده اللي هيخلّينا هنتكلّم في السعودية مرّة و2 و3 و4 لمّا نلاقي إن السعودية بتروح من إيدينا لا قدّر الله. يا ترى محتاجين نرجع نتكلّم عن مصر والّا المصريين ياخدوا بقى كلامنا بتاع السودان وما قبل السودان، بتاع المنطقة اللي تم عزلها واحتلالها في جنوب ليبيا وتونس، الحدود الجنوبية للجزاير، المنطقة اللي في الصحرا الكبرى. جنوب ليبيا كُلّه يا جماعة مُحتَل، ما فيش سيادة سواء لحكومة الشرق أو حكومة الغرب، ما فيش أي سيادة على الجنوب الليبي. الجنوب الليبي هو عبارة عن قاعدة عسكرية للمصالح الغربية مدشنة. طبعا دي بتهدد حدود مصرية من جهة الغرب تهديد ربنا بس العالم بيه. عشان بس تبقوا عارفين، الرئيس المصري أنا قلت لكم قبل كده مش مهدد من الحدود الشرقية أو الشمالية الشرقية، يعني منطقة سيناء والحدود مع الكيان الصهيوني. لا، هو مهدد من قبل من على الحدود الغربية لمصر. وطبعا حدود البحر دي كلها دايما تهديد عليها من أخطر أنواع التهديد على فكرة، التهديد عن طريق البحر. وطبعا الجنوب انتوا شايفينه مهترئ أمنيا، وعناصر جواسيس داخلة وجواسيس خارجة في وسط الناس الغلابة، وقصص بقى وبؤر وتهريب سلاح. كذلك ده حاصل في جنوب السعودية دلوقتي، في بؤر وتهريب سلاح من الشرق ومن الجنوب ومن البحر من هنا ومن هنا م? يعني كلنا في الهوا سوا. هناخد نقطة تانية في الملف السعودي، وبعدين نحدد إن شاء الله غرفة تانية نكمل فيها. النقطة اللي عايزين نتكلم فيها في الملف الأمني السعودي هي كنا اتكلمنا فيها قبل كده بس يمكن ما حدش خد باله. احنا من قبل رمضان، من شهر قبل رمضان، واحنا بنحاول في بعض المعلومات اللي موجودة قدامنا فيما يسمى بالتسريبات، هي مش تسريبات زي ما قلنا وعدنا ألف مرة، في معلومات قدامنا عن موضوع الزيارة والحج وكلام من ده. الكثافات اللي حصلت، دورنا في البطانة هو مين يكون صاحب الفكرة في يعني فكرة استيعاب العدد ده كله، طبعا بآليات صدرت، آليات صدرت في موضوع الزيارة والتأشيرة والكلام ده كله والإقامة. الآليات دي، هل الوقت المناسب علي ولي العهد السعودي؟ هل الآليات اللي بصينا عليها لقيناها في عمان، سلطنة عمان، بصينا عليها لقيناها في الإمارات، بصينا عليها لقيناها في ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، كله يسيح على بعضه مش مشكلة. طب واللي ياخد تأشيرة أي دولة منهم يخش أي دولة تمام. وبعدين لقينا إن الحج يعني عفوا العمرة أنت تيجي تعمل سياحة وتعمل عمرة عادي. وبعدين لقينا الآليات دي يا فندم، الآليات دي معالي صاحب السمو ولي العهد، مين اللي وراها؟ مين اللي وسع دايرة استقبال الأجنبي داخل مجلس التعاون الخليجي؟ مين على رأس اللجنة دي أو على رأس المشروع ده؟ أنا مش هتكلم في تفاصيل كتيرة، ولكن عايز أقول أرجو مراجعة القائمين أو اللي قدموا الفكرة، مراجعتهم ومراجعة علاقاتهم. احنا عندنا المراجعة الكاملة لشخصياتهم،
والمشروع اللي قدموه وازاي يعتمد وازاي الفكرة طرحت والنتيجة اللي قالت إليها الفكرة وارتباطهم بمين وإيه الهدف من الفكرة. فهنقول حاجة صغيرة جدا، من قبل رمضان بشهر واحنا متوقعين عمل إرهابي أثناء تأدية المناسك. إرهابي تفجير يعني. احنا كنا متوقعين حاجتين، واحدة منهم حصلت، وهي انتقال العدوى الخاصة اللي هي دلوقتي بتفرق العالم. دي موجودة يا فندم، موجودة من قبل رمضان يا فندم. اللي بيقولوا عليها اكسو مش اكسو بيمضوا العالم كله على بروتوكولها. موجودة يا فندم، انا كنت طلعت قلت هي موجودة من امتى يا فندم؟ بداية شهر ابريل ونهاية شهر مارس، انا قلت كده سيادة. كانت موجودة في العالم، طبعا بيبقى لها مقدمات قبلها. في دول كتير ممنوع تتكلم، ممنوع تتكلم من عندها عدوى. طب الحشود دي يا فندم اول مرة في العالم تسجل الزيارة او العمرة هذا العدد. طب ما الحشود يا فندم لو الإصابات اللي طلعوا بيها، وأنا على يقين وعندي تقارير واضحة ومش محتاجة أي فحص، مستعدين نقدمها للفحص، إن ما حدش خرج من السعودية غير مصاب، وإن الناس دي نقلت العدوى للناس، ولأننا كنا في جو تتباطأ فيه حركة الفيروس وأثر الفيروس والآثار الجانبية بتاعته، ده أتموسفير يعني. فده اللي خلى الناس تسافر مريضة والعدوى تنتقل منها وتاخد فترات حضانة لحد ما يجي الوقت اللي احنا فيه ده، اللي هو لازم الأرض الجانبية تخرج. ايه تاني؟ يبقى احنا كنا متوقعين اما عمل ارهابي في وسط الحشود دي كلها، وده وارد، وارد، واي جهاز امني مهما كان قوته ممكن ممكن يحدث معاه ده. طب من التحركات اللي احنا شايفينها دلوقتي والخروقات اللي قلنا عليها الخروقات الحدودية والإفاقة اللي حاصلة من خلال الدنمة الداخلية في الحكم في الوزارات المعنية أو المؤسسات الأمنية المعنية على الخلايا النايمة دلوقتي. طب هو ده ما يخليناش برضه نتوقع نفس التوقع؟ طب هو احنا في موسم الحج ده اللي احنا فيه ده لو ما كناش نقلق؟ طيب ده قلق من ناحية الفيروس. انا عايز اكد لسيادتك صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير محمد، عايز اكد لك ان خطر عمل ارهابي ايا ما كان العدد اللي هيفقد فيه لا يساوي ابدا ان مناسك الحج تبقى موجودة في الوقت بتاع استشراء يا فندم، يعني انتشار واسع المدى للفيروس. احنا بنعالج كل يوم سيادتك، بنعالج كل يوم وبنقابل الناس في الشارع وفي المستشفيات وفي كل حته يا فندم. الفيروس مستشري. طب ليه بتاع منظمه الصحه العالميه بيقول ايه؟ الفيروس قادم لا محاله. لا لا، احنا مش يعني مش بغباء ده علشان انت تقول انه لسه ما جاش فاحنا نصدقك. مين قال ان الفيروس مش موجود في وسط الحجيج؟ ومين قال ان الحجيج ده لما هيصاب بالفيروس الجديد ده ويرجعوا بلادهم م? مش هيعدوا كل من هو قريب منهم؟ مين قال؟ يعني انا اصدق مدير منظمه الصحه العالميه، هذا الكلب الخاين الغير موثوق، تابع دكتور فاوتشي ودكتور جوبتا، ده الديل بتاعهم، ديل البيت الابيض. اصدق مدير منظمه الصحه العالميه اللي العالم كله خلاص تاكد بان هو اللي ورا كل اللي حصل بتأييده وترخيصه للقاحات ودلوقتي بيعمل بروتوكول يمشي الكل على كيفه بأوامره، عشان يعني بأوامر اللي وراه. أصدقه إن الفيروس لسه ما بدأش إزاي وأنا بعالج الناس؟
أنا مستعد أسلّم أو أبعت الأشعّات وأبعت التحاليل اللي عندي للناس، الحالات اللي أنا باعالجها. طَب إذا كان الفيروس شغّال وشغّال في العالم كُلّه، العالم كُلّه بيقول، بس على قد لإن الإعلام ممنوع، ممنوع عشان التعويضات والمليارات. البيانات بتاعة الناس في الخليج، البيانات الطبية اتشطب منها على قاعدة المعلومات، اتشطب منها التطعيم اللي خده كل مواطن في الخليج من أي لقاح وإمتى وعدده. ما بقاش موجود البيان ده يا فندم، ما بقاش موجود عشان ما فيش ولا مواطن في الخليج يرفع قضية على أي شركة، وهناك الناس مصابة والآثار الجانبية موجودة، وأنا متواصل مع ناس من هنا وهناك وفي كل حتة، والشباب بيموت، الناس بتفقد أعمارها. بس على قاعدة بياناته الطبية ما يخش يكتب اسمه ويبص ما يلاقيش. كان الأول باقول له اطبع لي من على قاعدة بياناتك الطبية الأوقات اللي اتطعمت فيها والطعم كان اسمه إيه، اللقاح كان اسمه إيه. دلوقتي يقول لي لأ دي مش موجودة، أنت مش باعتها لي قبل كده؟ أقول لي آه كانت موجودة. شالوا البيانات، حذفهم من البيانات ده يؤكد بأن الخدعة تمت، وإن هو لم يكن مصلا وإنما كان طعنا بالموت المحقق. والآثار الجانبية اللي بنشوفها دلوقتي على الناس تذهل، تذهل. شباب ممكن يروح في ثانية، شباب في ثانية يسخن، كبده ينضرب، بنكرياسه ينضرب، في ثانية لو خرج وعدى من غير إيه، من غير عاهة مستديمة يبقى خير، إذا ما خلصش يعني، إذا ما قابلش ربه. فاللي أنا باتكلم فيه لو إحنا هنقلق من عمل إرهابي أثناء مناسك الحج زي ما كنا قلقانين من عمل إرهابي أثناء مناسك العمرة، وربنا قضاها على خير بفضل الله، بس الناس رجعت مريضة، الناس رجعت مريضة، تمام؟ طيب في موسم الحج بقى أظن واضح جدًا الأيام اللي إحنا فيها دي استشراء الفيروس. طب هو في حد يسمح بتجمُّع الناس بالشكل ده؟ أنت عايز تعطّل فريضة، بلاش والنبي هبل، بلاش والنبي سَفَه. هو أول ما هيفكّر عشان يأذيك، هيأذي تجمُّعاتك، هيأذي فرايضك. أنتم نسيتوا لمّا انتشر الفيروس ده، الجوامع ممنوع، صلاة الجمعة ممنوع، أنتم نسيتوا، نسيتوا. فيا حضرة سمو ولي العهد، خالص احترامي، تقديري، أنت ابن جلالة الملك سلمان اللي وأنا صغير أوي في مسجد مصطفى محمود لمّا رُحنا البوسنة والهرسك في زيارة، شُفناه هناك وحاجات تانية، بس أنا باقول شُفناه هناك ليه؟ اشمعنى أنا باذكر بس لقائي بيه في الحتّة دي، شُفناه هناك كل ما مسجد ينضرب يؤمر ببناء مسجدين بتعليمات من الملك فهد الله يرحمه. فيا صاحب السمو ولي العهد، بلدكم بلدنا وأمنكم أمننا، وما ينفعش مش يتقال غير كده، ما ينفعش يكون غير كده، ما ينفعش يكون غير كده، وكفاية نزيف. هُم دارسين اللي بيعملوه وفاهمينه، وببساطة شديدة مخلّيين الفُرقة بيننا كُلّنا عشان يصطادونا زي ما هُم كده بينتقوا حسب هواهم وحسب استراتيجيتهم. أنا مش شايف مُبرر أبدًا، بس خلاص يعني، وبرضه الأمر ليكم، أنتم المسؤولين قُدام ربنا، الأمر ليكم، بس دي أرواح ناس، ويا ريتها
تتعلق بس بالحجيج. مش الحجيج ده هيسافر يرجع بلاده من مغارب الأرض ومشارقها؟ مش كل الناس دول هينقلوا العدوى دي بره؟ ليه يبقى حج مستهدف منه أمة الإسلام بانتشار العدوى فيهم؟ عملوا الموضوع ده مع الهنود. الرئيس الهندي سمح بطقوس بيحضرها ملايين، 20 30 مليون، ايام ما كان منتشر دلتا بلس. بعد كده بقى الموتى في الهند بدون عدد. ومنعت الهند او طلبت الهند من منظمه الصحه العالميه انها ما تقولش اعداد المتوفين. كان لازم نكون شايفين الامور بما هو ادق من ذلك. كان لازم على الاقل نبص للي بيحصل في المنطقه من حراك والتاهب للحرب والنزاعات دي كلها، ونبص لكورونا ماشي ازاي، يعني مع ان انا عندي اولويه كورونا انها بتسبب الموت، عندي اولويه، لكن ماشي نبص للامور السياسيه والعسكريه والاستراتيجيه والاقتصاديه، وفي الاخر كورونا. وبناء عليه نقول الحج السنه دي مثلا 100,000 بس، زي ما عملت في بدايه الجائحه. مش كان في حج عدده صغير جدا، وقفت العمره ووقفت الصلاه الجماعيه، صلاه الجماعه. ليه؟ ليه المواضيع دي كلها؟ ليه؟ هو حضراتكم مصدقين الفيلم اللي بيتعمل مع دكتور فاوتشي في المحكمة؟ وإن فاوتشي أخطأ في المعايير، وفاوتشي تنبأ بما لم يحدث. كل ده كده. كل الفيلم اللي في المحكمة مع فاوتشي ده فيلم من أفلام الأمريكان، فيلم هوليودي، فيلم كاوبوي. هنمشي ورا أفلام وما ناخدش معايير من الواقع اللي حاصل على الأرض، الموت اللي حاصل والإصابات والآثار الجانبية للقاحات اللي العالم كله أكدها، وإن المحاكم بدأت تحكم والشركات بدأت تدفع تعويضات بالمليارات. ده كله نشيله من مخنا؟ كل ده نشيله من مخنا؟ مين اللي ورا الكلام ده؟ مين المستشارين اللي بيقدموا التقارير دي؟ دول دونما. يا معالي ولي العهد، يا سمو الأمير محمد، المستشارين اللي بيقدموا لك التقارير دول دونما. وأخشى عليك، أخشى عليك وعلى المملكة كما أخشى على بلادي. أنا عايز أقول إن النهاردة نستكفي بالقدر ده، وبكرة إن شاء الله هيبقى لنا لقاء مطول للقراءة من معلومات الإيفاي. علق بإنهاء حكم آل سعود واغتيال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي. أسأل الله ألا نرى ذلك وأن لا يحدث ذلك، وأن تحيا المملكة في أمان، وأن يكون حكم المملكة مستقرا، وباقي بلاد المسلمين، لأننا جميعا تحت المقصلة، وأننا جميعا على شفا حفرة إذا انزلق منا من هو في بداية الصف أخذنا جميعا معه، وذهبت بلادنا وشعوبنا إلى حتفها.
وهذا هو ما تم النص عليه بكلمات لا تحمل إلا معنى واحد في جميع التقارير السرية والمعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بالدول الخمسة أو العيون الخمسة الإيفي. هذا والله على ما نقول شهيد. نتمنى الخير كل الخير للمملكة العربية السعودية ولبلادنا وللمسلمين وللمؤمنين، اللهم آمين. نسأل الله أن تمر هذه الغمة على خير، وأن نتعلم منها جميعا، نتعلم منها قيمة التراب الذي هو منبعنا ومنشأنا. اسمحوا لي أختم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.